شم النسيم، وما أدراكم ما شم النسيم. اليوم اللي كلنا بنجتمع عليه، اليوم اللي بنحب ناكل فيه رنجة وفسيخ وموالح كتير جدا. أنا واحدة من الناس بحب الرنجة فقط، وهاكل رنجة وهشم النسيم زي أي حد، وفي نفس الوقت برضو هخس. تابعوني بعد الفاصل. كل سنة وانتم طيبين مشاهديني ومتابعيني الكرام، واهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات كابتن سما هيلث لايف اند فود. حلقة النهاردة عن شم النسيم، اليوم طبعا اللي كلنا بنجتمع عليه وبنعشقه وبنحبه، وطبعا هو عيد الربيع. كل سنة وانتم طيبين ويا رب يعم عليكم بصحة وسعادة يا رب العالمين. النهاردة هتكلم معاكم عن دايت او نظام هنمشي عليه علشان نقدر نخس في شم النسيم. ما تخافوش، احنا هناكل عادي جدا في يوم شم النسيم، لكن في شوية نصايح وبعض من الدايت. عبارة عن قبل شم النسيم بيومين هنعمل دايت، وبعده بيومين هنعمل دايت، وهنوزن بعد 3 ايام، وان شاء الله هتلاقيكي خسيتي حوالي 2 كيلو او 2 كيلو ونص على حسب سعراتك او المجهود اللي انت بذلتيه. طبعا انا هتكلم معاكم النهارده عن يوم شم النسيم، وناكل ايه وما ناكلش ايه ونمشي ازاي في اليوم ده. بس اتمنى ان انتوا تشيروا الحلقه علشان تروح لبنات كتير جدا، وطبعا ما تنسوش تضغطوا لايك وسبسكرايب لكل البنات الجديده واللي مشرفوني. خلاص يوم شم النسيم قرب وبقى على الابواب. اليوم ده هنصحى فيه الساعه 6 او 7 صباحا، لازم رجاء لازم نصحى الصبح. هناخد الوصفه السحريه اللي انا اتكلمت عنها في فيديو سابق، وهسيب لكم الرابط فوق. الوصفه دي علشان تخلي الجسم طول النهار يحرق من مصدر الدهون مش من مصدر الكربوهيدرات. وبعد ساعتين هنفطر، ولكن هنفطر 2 بيض مسلوق ملون طبعا وكل الحاجات اللي انتوا عايزينها، وهناخد معاه طبق سلطه بدون طماطم، هيبقى عباره عن خيار وخس وجرجير وفلفل ملون وبتنجان ني عادي جدا. قطعوا البتنجان عادي وحطوه في السلطه. ده بالنسبه للفطار. بعد الفطار بحوالي ساعة هناخد تفاحة. خلاص خلصنا فطرنا، وهندوس بقى وندخل على الوليمة اللي احنا كلنا بنستناها، وهي الفسيخ او الرنج. انا عموما ما بحبش الفسيخ خالص ولا بحب ريحته، بس باكل الرنجة وباكل بصل وليمون وخس وكل الحاجات اللي انتم متخيلينها يعني. بس في اليوم ده هنقدر من خلاله ناكل رغيف واحد بس. بليز يا بنات، اهم حاجة ان انتوا تشبعوا رغباتكم في ان انتوا تاكلوا الحاجة اللي نفسكم فيها. كل اللي هنعمله ان شاء الله ان احنا هنحضر شفشق كبير كده عباره عن 1.5 لتر من الميه. هنعصر في الميه دي ليمونه ونص، وهنسيبها كده جنبنا طول النهار. كل نص ساعه ناخد كوبايه، كل نص ساعه ناخد كوبايه، ولما اللتر ونص ده يخلص هنعمل زيه لتر ونص، وكل ساعه او نص ساعه هناخد كوبايه ميه. هناكل رغيف واحد بس، ومعاه رنجايه واحده او فسيخايه واحده بس، ما تزيدوش عن كده. المهم ان انتوا تاكلوا وتشبعوا رغباتكم، وكله بصل كله خيار كله خس كتير علشان يقلل الموالح. اليوم ده بيبقى عبارة عن كربوهيدرات وصوديوم وبروتين. البروتين بيضيع في النص لانه بيتوه مع الموالح، وده بيأثر بشكل كبير جدا على النظام الغذائي. خلاص كلنا الرنجة ومعاها رغيف عيش ومعاها الخضار العادي الخس والفجل والجرجير وكل اللي انتوا عايزينه. هنشرب ميه بعده. ايوه لازم نشرب ميه بعده. كتير من اهالينا طلعنا يقولك ما تشربش ميه بعد الفسيخ والرنجه. ليه؟ عشان هتعطش طول اليوم. طب وايه المشكله لما انا اشرب واعوض الموالح والملوحه دي علشان الميه ما تتحبس تحت جلدي؟ لازم نشرب ميه بكميه كبيره جدا رجاء، ولو تعايروها 3 أو 4 لتر في اليوم بليز. 4 لتر ميه معصور عليها ليمونه هتفيدكم جدا بشكل جميل جدا. خلصنا بقى الاكل الفسيخ والكلام ده. بعد ساعه هناخد كوبايه زبادي خاليه الدسم، عليها معلقه من خل تفاح بس. وطبعا هنستنى لميعاد العشاء. العشاء بتاعنا هيبقى عباره عن جبنه قريش او جبنه فيتا او بياض بيض او خضار زي ما انتوا عايزينه، طبعا بدون طماطم بليز، بدون طماطم. مش هناخد فيه خبز ولا هناخد فيه عيش ولا الكلام من ده خالص. بالنسبه للفطير لان ما ذكرتوش، بلاش فطير، ولكن لو نفسكم فيه هتاخدوا حته قد كده، مش مسموح اكتر من كده. هنتعشى قبل ما ننام. طبعا ما تنسوش مصل اللبن اللي هو المشروب السري، وانا عملت عليه فيديو قبل كده، هسيب لكم الرابط فوق في الشاشه، شوفوه واتمنى ان هو يعجبكم. هسيب لكم بقى نظام يومين قبل شم النسيم ونظام يومين بعد شم النسيم، كده يبقوا 5 ايام. يومين قبل ويوم شم النسيم ويومين بعد، كده 5 ايام. هنعمل ايه؟ هنوزن بعد 3 ايام ان شاء الله هتلاقيكي خسيتي حوالي 2 كيلو او 2 كيلو ونص، طبعا عن تجربه، وبعمل الحاجات دي كلها بعد تجارب عليا انا شخصيا. بنات كتير بعتت لي وقالت لي انت شكلك خسيتي. ايوه انا فعلا خسيت،
ولكن انا بشد جسمي مش اكتر ومش اقل. اتمنى الحلقه دي تكون عجبتكم، واتمنى تشيروها مع اصحابكم. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.